السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في مطبخ وتدابير ليندا. المولد النبوي الشريف راح قرب، وكما نحوس على وصفات تاع طمينة. الوصفة تاع الطمينة يعني أنا درت لكم عدة وصفات تاع طمينة ولا تاع عرفيس واكيد كل ما تكون مناسبة، وكما نقول لكم في كل مرة راح نجيب لكم عفسة اللي تكون مخالفة على الاولين كامل، حاجة جديدة وما تكونش كامل يعني ماشي كاع اللي واش يدور في اليوتيوب. تعرفوني وعلى بالكم بهاد العفسة. راح نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدا معكم طمينه الحمص اللي راح تكون هنا 2 كيلات تاع حميصه مرحيه. انا استعملت كارانطيطه هذيك اللي تنباع عادي لا بودغ هذيك. واش درت؟ حمصتها على نار قليله حتى تحمصت وخدات اللون هكذا كما كنت تلاحظوا. من بعد نصيرها. شتو الكيله اللي استعملت انايا؟ درت هذاك الغامكه، وانتم الكيله اللي تحبوا امشوا عليها. بعد ما صيرت هذيك لابودغ تاع الحمص ولا بودرة الحميصه هذيك، عندي هنا كيله تاع فرينه في نفس الشيء حمصتها ونحطها، نحط لها نار قليله وروحوا معها غير بالعقل حتى تتغير اللون تاعها. علاش؟ باش نضمن باللي طابت وما تحرقتش. عندي هنا كيله غير ربع تاع حليب بودره كيما راكم تشوفوا، تاني نفس الطريقه ونفس الشيء كيما راكم تشوفوا. هذا تمتم يتحمص لابودغ تاع الحليب تمتم تتحمص تمتم. ردوا بالكم صيرنا كلش باش ما يقعدولناش هذوك البراكس، اكيد راح يخرجوا دوك البراكس. خلطنا النواشف. نزيد هنا تاع كيله تاع جلجلان يكون محمص ومرحي، وكيله تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي في الرطب. راكم تشوفوا عندي قريصه تاع الملح ولا رشه ملح، عندي مغرب صغيره مملوءه تاع لافاني، وهنا عندي كيله تاع حلوه الترك تكون مفته. من الاحسن هنا شري تاع الميزان باش تعطيك نتيجه احسن. يا حبذا الا كان فيها مكسرات اكيد راح تزيد تعطيني الطعم. كيما راكم تشوفوا خلطنا كامل هذوك المكونات. من بعد هنا عندي كيله تاع الزبده تكون طاريه بدرجه حراره المطبخ. واش ندير؟ راح ناخذ يعني زدتها عليهم. وعندي كيله واحده اخرى تانيك العسل هنا انا تاعي منزلي، استعملوا اللي تحبوا. كيما راكم تشوفوا ما فيها والو. هاي لك دوك نبدا نعجن بيدي بهذه الطريقه حتى نتحصل على هاد الخليط هذا ديالي راح يطلق روحه وحده بسخانه تاع يديك برك راح يطلق وتحصلي على هاد النتيجه. الا شتيها نشفت ومازالت دوموندي تقدري تزيدي لها شويه تاع العسل ويعني تزيدي تجريها. انا اكتفيت هكذايا عجبتني كيما راهي. شوفوا جات شويه ناشفه مليحه وجازت من في الحلاوه مليحه، ما راهيش حلوه هذيك اللي تقهر وماشي صامده. المهم هذه الطمينه تاع الحمص ديالي. شوفوا بنينه بزاف. اكيد راح كي نقول لكم حميصه راح تقولوا يا حميصه ماشي ما تجي بنينه، ما نقول لكم والله شوفوا كي تحمصت مدت واحد الذوق خيالي. ومن باب التغيير ثاني ماشي كل مره نديروا نفس الوصفات، نبدلوا شويه. واكيد قلت لكم كل ما تكون عندي فرصه ندير لكم حاجه في التقليدي ولا في الجديد، المهم تكون حاجه مختلفه على اللي درناهم من قبل. واكيد راح نحط لكم كامل انواع تاع الطمينه اللي درتهم للمولد النبوي الشريف، والوصفات اللي درتهم من قبل راح تلقاوهم في صندوق الوصف. وتانيك الوصفات اللي يليقوا بالمولد النبوي وسبق ودرناهم ان شاء الله راح تلقاوهم كاملين في صندوق الوصف. الديكور ولا التشكيل كما راكم تشوفوا انا درت هذا الديكور ولا قدمتها بهذه الطريقه. نتوما قدموها كيما تحبوا وكيما يهوى لكم. اكيد هذا الشيء دائما نقول لكم اطلقوا العين لانفسكم وديكوريو كيما تبغوا وكيما تحبوا. والمكونات اللي يكونوا عندكم تاني في الدار عطوا كل واحد ومقدوره وكل واحد وامكانياته وشنو هي. كنت تشوفوا عطيت لكم بالكيل باش الكيله اللي تحبوا تستعملوها استعملوها، ماشي ما تقيدوش بكاس ولا بالميزان ولا. المهم هذا هو الكيل تاعها بالكيل مضبوط عفوا. وتاني قلت لكم تحبوا تستعملوا كاس تحبوا كيله تحبوا تصغروا انا هكذا عطيتني كميه لبس بها. راكم تشوفوا هادو وزاد قعدت لي شويه منها. ليسونسيال راح تكون بنينه بزاف. جربوها لهذا المولد ان شاء الله اللي حبت دير حاجه مخالفه. والى اللقاء مع